بتبدأ حكايتنا بمدرس واصل لجزيرة وبيبص على مبنى موجود على قمة تل، وبيقول أكيد دي هي أكاديمية هايكي، وبيكون اسم المدرس هاروكي. وبيقول لنا قبل سنة من دلوقتي بقيت مدرس في الثانوية العامة، بس بيكون في وقت هدده أول لما وصل للمدرسة، ومن ساعتها فضل قاعد في بيته منعزل عن الناس. بس بيقول المرة دي مختلفة علشان مش هكرر اللي أنا عملته. وبيكون ماسك ورقة مرسوم فيها أزياء الولاد والبنات في المدرسة دي، وأول لما بيوصل للمدرسة بيلاقيها مدرسة مبنية على الطراز القديم، وبيجي واحد لابس قناع وبيسلم على هاروكي، وبيكون ده هو مدير المدرسة، وهاروكي بيشكره علشان قبله في المدرسة. ومدير المدرسة بيكون له علاقة بعيلته، بيقول له المدرسة ديت محتاجة واحد زيك. وهاروكي بيتكسف علشان مفيش حد قال له كلام حلو قبل كده، ومش عارف شكل الواد ده يخلي الواحد يشك فيه، وبيوديه على الفصل بتاعه وبيديله دفتر الغياب. وهاروكي أول لما بيفتح الباب بيقول أخيرا هبقى المعلم وهحقق الحلم بتاعي. وأول لما بيدخل بيلاقي ناس طايرة في الجو واتنين بيتخانقوا، وهيكل عظمي كبير. وأول لما بيشوف المنظر ده بيلف وبيرجع تاني، واللي هو ايه يا جماعه صباح الفل. والمدير بيستغرب هو خايف ليه، فبيقول له ان في مخلوقات غريبه، وواحد تاني كان بينفذ على صاحبه حركه السوبليكس. فالمدير بيقول له ما ده طبيعي، دول طلاب في الثانويه ومفيش مانع لو اتخانقوا مع بعض. فبيقول له انت بتدعي عليا الغباء وانا بقول لك في وحوش جوه. فبيقول له ان دي اكاديميه هاياكي بتعلم اليوكاي من جميع انحاء اليابان. واول لما بيسمع الكلمتين دول بيطلع يجري، بس المدير بيطلع له من تحت الارض وبيفضل يطرد في كل حته يروح فيها، وبيمسكه بس بتتفاعل قوه غريبه بتسبب له ضرر في ايده. بس هو بيجيب عصايه وبيقعد يزق فيه لحد ما بيدخله، وبيدخلوا في الفصل. واول لما بيخش بيبص على اليوكاي وبيكون مرعوب منهم جدا، فبينزل يستخبى تحت المكتب. وبعد مرور 40 دقيقه الطلاب بيكونوا فاكرينه مات. واحد اسمه سانو بيروح يقول له ما تخافش احنا مش هناكلك ولا في اي حاجه من اللي بتدور في دماغك دي. فبيقول له انا كنت عايز فعلا اخرج من فتره، بس انا اتحشرت في المكان ده. فبيطلب منه يخرجه. واول لما بيمسك ايده بيطلع من المكان، بس هدومه بتتفتت، بس الحمد لله لسه في حاجه فاضله. والمهم بيجي واحد قصير كده عامل زي البليه، وبيقول لهاروكي ان سانو هو يوكاي من اسم كده طويل، بس النوع ده بيستخدم سوء الحظ على الناس التانية. بس بيستغرب علشان هو في العاده ما بيستخدمش قوته على حد، فبيعرفهم ان هو حس بالانزعاج علشان كده حصل ده. والمهم بيجي المدير وبيطلع بره، وبيقول له احنا مش هنقدر نشتغل مع مدرس بيخاف من طلابنا. وبيديله كتابين، الاول هو قاموس اليوكاي والتاني بيكون حاجه غريبه عن الازياء المدرسه. وهاروكي بيفرح لما بيشوفه، والمدير بيقول له انت لو اشتغلت بجد فانا هكافئك وهديك زي مدرسي. وهاروكي بيفرح، والواد ده انا شاكك فيه لتاني مره. وبيكتب اسمه على السبوره وبيقول لهم انا هاروكي بشري معلمكم الجديد، واحد من غير وش والهيكل العظمي. ومعظم الطلاب اول لما بيسمعوا ان هو بشري بيقعدوا يصيحوا، بس هو بيسكتهم وبيمسك سجل الحضور والغياب وبيبدا ينادي عليهم. وبينادي على اول واحد واللي ما كانش ليه وش من شويه، وبيكون اسمه موجينا. وبعد كده الهيكل العظمي وبتتحول لبنت، وبنعرف ان اسمها اوتاجاوا. والواد ابو عين واحده اسمه سايكلوبس، وسانو بس هو اللي ما بيعبرهوش. وبينادي على واحد اسمه هيجيتا، وبيجي الواد البليه وبيقول له اخته هتتجوز النهارده، والولد الصغير ده اسمه مازوكي. وبيجي في الوقت ده هيجيتا اللي اخته بتتجوز، وبيجيب هديه لمازوكي وبيقول لباقي الفصل انا جبت لكم معايا هدايا. وهاروكي بيسلم عليه وبيعرفه عن نفسه، بس بيلاقيه بيضربه بالشوكولاته، وسبب غضبه ده علشان اخته هتتجوز بشري. واول لما بيقول بيفضل يضربه بكرات من التين في وشه، وبيلاقيه عمل حفره من تحت وبيغرقوا فيها. وهاروكي بيطلع من الحفره وبيكون شكله متبهدل. وهيجيتا بيقول له احنا اليوكاي بنحب نمارس الخدع على البشر، واحسن لك امشي من هنا وروح مدرسه لتعليم البشر. فبيقوم وبيقول لهم انا مفيش ليا مكان في مدارس البشر، وبيقول لهم كنت كل مره بتعرض للتنمر. والمهم بقى في الذكريات اللي هو كان عمال يشوفها ديت في واحد شبه تاكامورا، واللي هو من انمي ايبو لو عارفينه. والمهم بيقول لهم كل حاجه محرجه عنه، وان هو فضل طول حياته ما صاحبش حد، وفضلت اعاني طول حياتي، بس رغم كده قدرت احقق حلمي، واخيرا بقيت معلم. وبيفضل يعيط وبيقول لهم انا اسف علشان انا بشري، وبيطلب منهم ان هم يبقوا لطاف معاه شويه. بس بيلاحظ اخيرا ان هو قال حاجات ما ينفعش تتقال، فبيهدى وبيقول دي كانت مجرد هزار. بس الطلاب عارفين ان هو ما كانش بيهزر. وبعد كده بينادي على واحده اسمها زاسكي، ومازوكي بيقول له ان هي مش هنا من اول الشتاء، وبيقرر يروح يزورها علشان بكره في جلسه تصوير للفصل. ولما بيجي رايح بيلاقي اتنين دولت ماشيين وراه، وبيقول لهم انتوا ليه ماشيين ورايا؟ ومازوكي بيقول له البنات طلبوا مننا كده علشان لو سببت اي مشاكل سانو هيتعامل معاك. وسانو بيبدا يطرع في ايده، وبنعرف ان هاروكي عايز يخلي زاسكي تيجي علشان هي من اسم كده طويل. والمهم النوع ده من اليوكاي بيجلب الحظ السعيد، ولو جات للمدرسه ممكن يبقى حظ سعيد ساعتها. وسانو بيقول له هو انت بتفكر بصوت عالي؟ فبيتوتر وبيمسك كتاب دليل اليوكاي علشان يعرف شويه حاجات عن زاسكي. بس مازوكي بيقول له قاموس اليوكاي ده بيقول ايه عن المامي،
ولما بيشوفه بيكون فصيلة مامي نوع من اليوكاي تانوكي، وانا مش عارف ايه هو تانوكي، وده زي تامازوكي اللي في انمي ريكو. المهم الدليل بيقول شوية حاجات محرجة عن مازوكي، وده بيخليه متوتر جدا وبيمسك الكتاب وبيقول الحاجات ديت مش صح وتاريخ نشرها اصلا قديم واحنا دلوقتي في القرن ال21. المهم بيروحوا المسكن للبنات وبيقفوا قدام الغرفة بتاعت زاسكي، بس هي مش بترد عليهم ابدا، ومازوكي بيتحول لسلايم، ولما بيجي بيخش من خلم الباب، وهاروكي بيقول اللي احنا بنعمله ده اكيد جريمة، بس في الوقت ده بتتفعل مصفوفة وبتكهرب مازوكي، وبعد كده بيلاقوا ورقة وبيكون فيها تهديد والمكتوب فيها ان هي هتعمل اكونت باسمه وتنشر عليه حاجات هتشوه سمعته. فبيقول لها ان تهديد زي ده ملهوش اي لازمة، وخصوصا ان انا واحد ميت اجتماعيا. بس هي في الوقت ده بتنفذ خطة تانية، وكتبت ان في معلم مزعج جه باب بيتها، بس هو ما بيهتمش بالحاجات ديت وبيحط ايده على الباب، وبتتفعل نفس النجمة والباب بيطير والتلاتة بيتخاطبوا اللي حصل. ولما بيدخلوا بيلاقوها قاعدة على الكمبيوتر وبتقول له في البقى انا بحاول انقذ العالم من الخطر. ولما بيشوفوا الخطر ده بيلاقوها بتلعب لعبة، فبتقول لهم دي مش لعبة والرشاشة دي هي الحقيقة. ومازوكي بيقول لها هي دي اللعبة اللي اديها لك هيجيتا، وبتبدأ تحكي لهم قصتها في بداية عالم الالعاب، وان هيجيتا اداها لعبة بس بيجي تاني يوم وبيلاقيها خلصتها في ليلة واحدة، ولما بيلاقيها حبتها بيقول لها ان الجزء التاني هينزل قريب، وبالطريقة ديت بقت مدمنة العاب. والتلاتة بيصطدموا ان هي بقت منعزلة علشان السبب التافه ده، ومفكرين ان في مشكلة نفسية وحاجات كبيرة كده، بس طلع السبب تافه اصلا. وهاروكي بيقول لها من فضلك تعالي المدرسة علشان ناخد صورة جماعية، وبيحاول يقنعها وبيقول لها ان اكيد في حاجات في المدرسة ومش هتعرفي تستمتعي بيها زي اللي في اللعبة. ولما بيفتح عينيه بيلاقي نفسه كان حاطط راسه على حاجات مش تمام، فبيقول لها انا مش زي ما انت فاكراني، فبتقوم وبتديله بالرجل وبالطياره، وبتقول المعلم خلاني عايز اروح المدرسة. ومازوكا بيقول لها انت هتحبيه جدا بس هو فاشل شوية وبيحب يعيط. والمهم بعد ما سانو بيشيل الحلة من على دماغه بيروح يقول لها انت ممكن تستمتعي في فترة المدرسة وبعد كده هتبقي منطوية زي ما انت عايزة. وبيقول لها كمان دي المرة الوحيدة اللي انت تعرفي تلبسي فيها الزي البحري، وكمان انت شعرك اسود وشكلك ظريف. والمهم هي بتقتنع بالكلام التافه ده. وتاني يوم سانو بيكون ماشي وبيسمع مدير المدرسة بيتكلم مع 2 من المدرسين وبيشرح لهم لخلى بشري يدرس هنا، والحكاية بتبدأ قبل 1000 سنة. وكان اليوكاي بيظهروا عادي قدام البشر، وكان في بشري قوي جدا وبيقدر يبيد اليوكاي اللي بيعمل حاجة وحشة. بس في الوقت الحاضر احنا بنعيش في عالم قائم على البشر، وعلشان كده ما بقيناش بنظهر للعامة، واحفاد الراجل القوي ده ورثوا قوته، وحاليا هم بيديروا ضريح وبيحموا الارض. والابن التاني للعيلة ديت ورث القوة دي وهو ده هاروكي، ولو كان بيتعامل مع البشر فهو هيبقى ضعيف جدا. بس بالنسبة لينا هاروكي شخصية قوية جدا، وانا متأكد ان هو هيبقى مصدر الهام للطلاب. وسانو بيفهم ان هو اللي قدر يكسر الباب. وفي الوقت ده هاروكي بيكون ماشي في الطريق وبيجي مازوكي بيخبط فيه وبيوقع الكتب من ايده، فبيجي علشان يساعده وبيلاقي معاه كتاب بتاع الازياء المدرسية، فبيفهم ان الموديل هو اللي اداله الكتاب ده. وسانو بيكون شايفه منحرف، ومازوكا بيقول له ما تخافش وانا مش هقول لاي حد. وزاسكي بتيجي وبتدخل الفصل، بس هو بيبص بيلاقيها لابسه بنطلون تحت التنوره، وبيقول لزاسكي ان لبس بنطلون تحت التنوره ده مخالف للقواعد، فبتستغرب. وسانو بيجي وبيقول قدام الفصل كله ان هو مهووس بازياء المدرسه. ولما بيبص للبنات بيلاقيهم باصين له بصات اشمئزاز، وهاروكي بيتضايق جدا وبيقول له انت ليه بتتعامل معايا كده؟ فبيضحك وبيقول له انا ايه، وهو بيقول اسم الفصيله بتاعته، وطبعا بيكون اسم كبير، بس هما بيتغذوا على بؤس البشر وهو بيستمتع بكده. وهيجيتا بيجي وبيشكره علشان خلى زاسكي تيجي المدرسه، وبعد كده الكل بيروح علشان ياخدوا الصوره المدرسيه. وبعد كده بيكون ماشي مع سانو بيقول له ان في حاجات كتيره حصلت بس الحمد لله قدرنا ناخد الصوره المدرسيه، فبيقول له كلمتين حلوين وهو بيتوتر جدا وبيدوس على الخرطوم، فبتيجي الميه في وشه وبيتزحلق وبيقع على سانو في حديقه مندراغون. وبتيجي زاسكي وبتقول له احنا زاكيوراشي وبنجيب الحظ، بس ممكن نجيب سوء الحظ اعتمادا على اللبس اللي لابسينه. وبتختصر عليه كلام وبتقول له لو انا لابسه اللون الاحمر فده معناه ان انا هنزل الشؤم. وهاروكي بيكون مش عارف هيعمل ايه دلوقتي علشان بقى معاه 2 هيجيبوا له سوء الحظ لحد عنده. وسانو بيكون متضايق وبياخد المعلم بتاعه وبيعمل في حركه السوبليكس وبيسرعوا زرع بصل. وبعد كده بنشوف هاروكي بيتسلق جبل وبيتكلم مع ميكي وده مدرس في المدرسة، وبنشوفه بعد كده قاعد مع المدرسين وبيكونوا عازمينه على الأكل علشان يتعرفوا على بعض وكده. وميكي بيعرفوا على المدرس التاني وبيقوله ده هاتانا المسؤول عن انضباط الطلاب، وهاتانا كل ما ميكي يصب كاس هو بياخده منه. وبيقول لهاروكي انت لازم تنام النهارده بدري علشان بكره هيبقى يوم مرهق، علشان بكره اختبار اللياقة البدنية. وميكي بيقول له ان هو المفروض يخلي باله علشان كل سنة بينتهي الموضوع اقل حاجة بمعلم في المستشفى.
وهاتانا بيقول له خلي بالك بقى علشان احنا هنخليك تشتغل لحد ما تفقد الوعي. يعني العزومه دي يا جماعه عامله زي لما تجيب صاحبك وتاكله علشان يشيل معاك الرمله والطوب. والتاني يوم بيجي وبيكون واقف قدام الطلاب بس بيكونوا متوترين وبيقولوا حاجات غريبه، وواحد بيقول هيحصل ايه لو طلعت انها مش مصنوعه من القطن 100%، وايه الحاجات الغريبه دي انا مش فاهم والله، بس مش مهم نسيب الطلاب اللي بيصيحوا. وهاتانا بيجي وبيقول لهاروكي انا عايز مساعدتك في فحوصات العين، وروح دلوقتي لغرفه الوسائط السمعيه والبصريه، واول لما توصل هناك اتصل بالرقم ده. وهاروكي بيقول بس هي كلمه واحده ليه؟ فبيصرخ في وشه وبيقول له هتعرف لما تروح هناك. فبيطلع يجري من وشه فبيقول له ما تجريش. وهاروكي بيكون واقف مع واحد وبيكلم واحد وبيقول الواد قال فوق وبعد كده قال تحت، وبنعرف ان الواد ده كان بيبص على واحد واقف في مكان بعيد جدا وبيكون نظره 130 ونظر الانسان اللي هو جامد بيكون 6. وبيجي سايكلوبس بس بيكون 130 وده اقل من السنه اللي فاتت. وبعد ما بيخلص بيروح لهاتانا وبيقول له انا خلاص خلصت. فبيقول له خد التاكوني والقطه وروح بيهم للممرضه، ولما بياخدهم للعياده بيخدعوهم وبيدخلوهم لقفص وبيكون عليه اختام بتمنع الطاقه الروحيه. وميكي بيكون ماسك مدرس زميله اسمه نزومي وبيكون خايف، وهاتانا بيعمل نفسه منبنها وبيحاول يخرج من المكان علشان ما ياخدش هو كمان حقنه، بس بيمسكوه بيحطوه كمان في القفص وبيكون عامل زي اللي قبله بالظبط. ودليل اليوكاي بيقول لنا ان هاتانا هو من القطط بس عندهم في ايديهم منجل علشان يقطع الناس. وميكي بيمسك القفص وبيديه للدكتوره علشان يغزهم بالحقنه، وبيخرجوا مازوكي وهاراكو وبيفضل يتكلم معاه علشان يشغله، بس هو بيحس ان الحقنه قريبه منه فبيطلع يجري وبيخبطها، وهي طبعا بتطير وبتنزل على دماغ هاروكي. وبيسال الدكتور لو هيحصل له حاجه فبيقول له ما تخافش انا جربتها امبارح على انسان تجارب، وبيطلع له الحقنه الكبيره وبيقول له لازم تاخد دي كمان. وبعد ما بيخلصوا ميكي بياخد هاروكي وبيوديها عند طفل عملاق وبيقول له لازم ناخد قياساته. ودليل اليوكاي بيقول له ده يوكاي من العمالقه والناس بتقول عليهم ان هم اللي صنعوا الجبال والبحيرات. وهاروكي بيحس ان ده مش عادي وبيقول لميكي ليه ما تعملش ده انت وهاتانا. ولما بيبصوا لهاتانا بيلاقوه لسه متاثر من الحقنه اللي خدها، فبيلعبوا حجر ورا مقص. وبكده هنرجع لبدايه الحلقه لما كان هاروكي بيطلع على الجبل بس بيكون ده هو الواد. وهاروكي بيقول ما كانش لازم اختار الحجر، وبنعرف ان الواد ده اسمه اوتا. ولما هاروكا بيوصل لودان اوتا ريح جامده بتيجي وبتطير الكتاب، فهو بينسى نفسه وبيسيب الحبل فبيقع، واللي بيمسكه في الوقت ده سانو. فبيساله ايه اللي جابه هنا، فبيقول له ان اختبارات البدنيه دي مزعجه جدا علشان كده انا هنام على راس اوتا. وبيقعدوا هما الاثنين على راس اوتا، ولما بيقيسوا بيطلع ان طوله 130 متر ومش عارف ايه حبهم في ال 130. والواد بيفرح علشان بقى اطول من تمثال مشهور عندهم في اليابان. وميكي بيقول له كويس جدا انا همشي انا بقى علشان اروح اشوف الطلاب التانيين. وهاروكي بيكون مش عارف ازاي هينزل، فبيقول لسانه ياخده على ظهره فبيوافق. وهو نازل بالحبل اوتا بيعطس وبيطيره وبيخبطه في حاجه. بعد انتهاء اليوم ميكي بيقول يا ترى راح فين هاروكي، وبيجي مازوكي وبيسالهم لو شافوا سانو فبيستغربوا علشان الاتنين دول اصلا مفقودين. وفي غرفه المدير بيكون هاروكي واقع عليه لما طار في الجو، وسانو بيكون معاه والاتنين بيتخانقوا والمدير بيصحى وبيقول لهاروكي النافذه اللي انت كسرتها ديت تمنها اكبر من مرتبك، بس انا هطلب منك خدمه في المقابل ده. وهاروكي بيقول له ايه الحاجه دي، فالمدير بيضحك. وبعد كده بنشوف هاروكي ماشي مع الطلاب والمدير طلب منه ينظف المسبح، واوتا بيتاسف له علشان ده كله بسببه. وبيقول له احنا السنه اللي فاتت كان عندنا دروس في المحيط بس اتلغت علشان في يوكاي ظهر هناك واسمهم الاوميزو، ودول يوكاي بيعيشوا في البحر وبيغرقوا السفن وحاجات زي كده. ولما بيوصلوا للمسبح بيعرفوا ان هو هيحتاج اكتر من تنظيف علشان بيكون في حاجه كده لونها بنفسجي وبتكون طالعه منه وما تعرفش هو ايه اللي كان حصل هنا. وسانو وهاروكي بيكونوا قاعدين محتارين وهيعملوا ايه في البلوه اللي قدامهم دي. وهاروكي بيقول لهم هنرميها في الطبيعه فالطبيعه هي اللي صنعتها. ويجيتا بيروح علشان يعمل كده بس هو بيجري بيتزحلق وبيقع في المستنقع. وهاروكي لما بيشوفه بيبقلل بيكون فاكره ان هو دلوقتي بيدوب في المستنقع، بس هيجيتا بيطلع وبيكون شكله اتغير 180 درجه وبقى عامل زي البنات. وسانو بيقول ان بقى شكله مقرف جدا. وسايكلوبس لما بيشوف شكله بيروح يرميه تاني في المستنقع وبيقول اكيد هيجيتا مات. وبعد كده بنلاقي مجموعه طالعين من الميه وبيسحبوا مازوكي. ودليل اليوكاي بيقول لنا ان دولت هم الكابا ودولت بيحبوا يعيشوا في الانهار. ومازوكي بيقول الحقوني بسرعه انا مش عايز اخش البركه دي واطلع منها راجل وسيم وطويل القامه. وسانو اول لما بيسمع كده بيروح يخبط اليوكاي خبطه وبتخليهم يبعدوا عن هنا. وواحد من كابا بيقول لهم ما تفرحوش علشان قدرتم تهزموني، وبيقول لهم في المسبح ده السيد بتاعنا بينتظر. وبعد كده بنشوف الميه اللي في المسبح بتطلع لفوق وبيطلع منها سمكه على وش انسان وبيرحب بيهم وبيقول لهم ان هو سيد البركه ولو عايزين تنضفوا المسبح ده فلازم تهزموني الاول. وبيفضل يستفزهم لحد ما الواد القط بيتحول وبيقول له انت هتبقى وجبتي. ولما بيروح يهجم عليه بيروح يبلعوا تاموا اللي هو القطه. والسمك العملاقه لما بيشوفهم زعلانين عليه بيقول لهم ما تخافوش قوي كده علشان كلكم هتبقوا معاه دلوقتي. ولما بيهجم عليهم سانو بيمسكه وبيقول لقطه يتحول، ولما بيتحول
الاول بيمسكه والزعيم بيحس ان هو تان قوي، فبيستسلم وبيقول له انا هيبقى طعم جميل جدا لو بيت سوشي. ومازوكا بيقول له انت ممكن تيجي الفصل الاحياء وهيقدموا لك كل يوم 3 وجبات وهتقعد في حوض حلو، وبيقول لكاما ممكن انتوا كمان تيجوا. فالزعيم بيقول لهم تمام انا بحب العيش في سلام برضه. وهاروكي بيقول له اوتا انت ده كله واقف في المستنقع وانت مش حاسس بحاجه. ولما بيبص على رجليه بيلاقيها اتحرقت، فبيمسكها وبيقع في المسبح وبيطير كل الميه. وبعد كده بنشوف هاروكي واقف قدام المدير وبيقول له ممكن تقبل بده في الوقت الحاضر علشان هما باين كده دمروا المسبح. وطبعا المدير مش بيقبل بكده وبيقول له هخصم من مرتبك اللي حصل ده كله. وسؤال يا جماعه ايه اللي حصل لهيجيتا تاموا؟ فلو تعرف يا ريت تقول لنا. وبنشوف زعيم المسبح بقى في فصل الاحياء هو واتباعه. وبعد كده بنشوف هاروكو في غرفه المدرسين وبيتكلم مع ميكي وبيقول له ايه رايك تاخد فصلي وهو بيدي دروس اليوكاي وحاجه كده زي التاريخ. وبيقول له انت هتبقى مدرس جامد جدا لو اتعلمت الحاجات دي. وهاروكو بيوافق على الكلام ده وميكي بيقول له هتكلم مع المدير في الحكايه دي. والجرس بيرن وهاروكو بيمشي والاستاذ اللي شبه الفار اللي اسمه نوزيمو بيقول لهم انتوا ازاي بتتعاملوا معاه كده عادي؟ وده احنا بعد اللي قاله لنا المدير خايفين احسن ممكن يمحينا عن طريق الخطا. وميكي بيقول لهم علشان كده احنا بنحاول نسيطر عليه. وبنروح بعد كده في الفصل وباين كده ميكي عايز يضغط عليه في الشغل ويخليه ياخد الحصص بتاعته. وميكي بيقول للطلاب فين الواجب المنزلي اللي طلبته منكم الاسبوع اللي فات. وموجينا بيسال سايكولوبس هو احنا عندنا واجب اصلا؟ وسايكولوبس الفتان بيقول للمدرس وعامل زي صاحبك كده الغلس. وجيتا بيكون ما عملش الواجب بس بيقول للاستاذ حاجه عبيطه ما يعملهاش عيل صغير. وبيقول للاستاذ انا نسيت الواجب في الاوضه. فبيقول له سهل احنا في المدرسه روح هاته. وهاروكو بيكون معجب بميكي علشان هو حازم مع الطلاب وكل اللي هو بيعمله ان هو بيفضل يعيط ويتوسل لهم علشان يعملوا الحاجات دي. واللي فلت بقى ان هو مسك كتاب ولقى في حاجه كده زي نظريه التطور بس هي هنا مش قرد زي عندنا. وميكي بيقول ممكن تصنفوا اليوكاي زي شبه البشر بس في يوكاي بيقدروا يغيروا شكلهم لبشر علشان يعرفوا يندمجوا في مجتمع البشر. وهاروكي لما بيسمع كده بيتسال يطلع النوع سانو وبيقول في سره هيبقى ظريف جدا لو اتحول لحيوان زي مازوكي. وطبعا احنا عارفين ان هو بيفكر بصوت فبيسمعه وبيرمي القلم عليه. وميكي بيقول لهم في نوع بيقدر يستخدم السحر ونوع تاني بيقدر يستخدم سحر الاراده زي زاسكي وسانو. وبيقول لهم انا من نوع الحركه اللي بيقدر يستخدم السحر ومحتاج ان انا اشرب الساكي علشان اقدر افعل. وبيقول لهم ايه رايكم اوريكم ازاي تعملوا ده والطلاب بيكونوا خايفين علشان هو عمل كده السنه اللي فاتت وهاروكي بيكون عايز يشوفه. فالطلاب كلهم بيبصوا له بصات اللي احنا هنعملها معاك بعد ما تخلص الحصه. بس ميكي بيشرب وبيكسر السبوره وهيجيتا في الوقت ده بيكون لها ورقه الواجب وبيكون ما حلهاش فبيقرر يحلها بسرعه علشان ما يتعرضش للعقاب. وفي الفصل سانو بيقول لهاروكي ان ميكي السنه اللي فاتت فضل يشرب ودمر نص المدرسه زي ما بيعمل كده دلوقتي. وسايكولوبس لما بيشوفه خلاص اتجنن بيروح علشان يشوف اي مدرس يوقفه بس هو بيقف في طريقه وبيقول له ممنوع الخروج وبيجيب ليمونه وبيعصرها في عينه. وموجينا لما بيشوف صاحبه حصل له كده بيكون فرحان فيه. وميكي بيروح بعد كده يمسك في هاروكي وبيكون لسه هيتكلم فسانو بيجي وبيعمل في حركه السوبليكس وبيقول لهاروكي ان هو عنده قوه خارقه وبيقدر يطرد الارواح ولو استخدمها على ميكي هتقدر تخليه يفقد قوته الروحيه. وهاروكي بيتحمس وبيقول له استعد علشان هنتم لسايكلوبس. والاتنين طبعا بيكونوا مش عارفين ان هو عنده قوه خارقه فبيقولوا له ما تجيبش اسامينا تاني قدامه. وهتانا بيكون ماشي في الطرقه وبيلاقي هاروكي طاير من الفصل ولما بيبص بيلاقي ميكي سكران وبيحاولوا يوقفوه وهو بيروح يمسك في هاروكي تاني علشان عايز يشوف قوته. وهاروكي بيكون مش عارف ازاي يستخدمها فسانو بيقول له زاسكي قالت لو قدرت تتغلب عليه هتخلع البنطلون وتلبس ازاي المدرسه. وطبعا هاروكي نقطه ضعفه زي المدرسه وبيقول استحاله اموت غير لما اشوفها وهي لابساه. فبيفعل قوته بطريقه كبيره جدا لدرجه ان هي بتملي السما. وبيجي في الوقت ده هيجيتا ولما بيشوف الفصل بيلاقي الكل مرمي على الارض مغمى عليه من القوه اللي استخدمها هاروكي. وسانو وهاروكي بيكونوا واقفين قدام حديقه اللي فيها نبات شبه الفجر وبيقول له انا عايزك تخلي موضوع قوتي ده سر عن الطلاب كلهم علشان ما يخافوش مني. وهو لسه بيقول شويه كلام تحس ان هو مهم النباتات بتهجم عليه علشان هو مش بيهتم بيهم. وسانو بيبتسم وشكله كده بقى فرحان. وعند سايكلوبس بيكون ماشي وراه هيجيتا عمال يتحايل عليه علشان يديله الواجب وبيقول له هيكون ده اخر طلب اطلبه منك. فبيقول له هو انت قلت الكلمه دي كم مره؟ ده انت قلتها 200 مره. وهيجيتا بيقول له هتكون دي اخر مره انا ممكن اعمل لك اي حاجه الحس جزمتك او حتى بوس رجلك. فبيقول له انت غبي هو انت فاكرني سانو؟ وهيجيتا مش بيسكت وبيفضل يتحايل عليه فبيوافق وبيقول له انت لو فضلت غبي هيبقى هينتهي بيك الامر زي هارو. ومش بيلحق يكمل الجمله وهاروكي بيجي فالاتنين بيخافوا منه وبيسالوه انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لهم انا بقيت عضو في لجنه الانضباط وبيفهمهم ان هو كان مع ميكي امبارح والنهارده بقى مع هتانا بس بيقول لهم انا مش عارف ازاي اعاقب الناس. فبيقولوا له بسيطه شوف حد بيخالف القواعد زي سانو. فبيوقفوا وبيقول له خليك ثابت مكانك علشان هتتعاقب دلوقتي. وبيقعد يلف حواليه بس بيمسكه
ديكو لما بيشوف شعره من فوق بيقول له ده انت صابغ شعرك وده كده مخالف. بعد كده بيقف الاتنين مع بعض وبيتكلموا عن الشعر، وهاروكي بيقول له خلاص كده مفيش مانع لو الشعر لايق عليك. بس بيجي هاتانا وبيقطع له خصلة شعره المستفزة وبيقول له يا ابني انت غبي، انت مش عارف تأدب اي حد كده خالص. والمشكلة بقى ان خصلة الشعر دي بتطلع تاني، وبتيجي ساسكي وبتكون بتتكلم عن الالعاب وبتقول لهم انا فضلت طول الليل العب ولما خلصت جيت هنا على طول. وهاروكي بيروح عندها بطريقة غريبة وبيقول لها بنطلون ممنوع في المدرسة، بس هي بتفكره وحش وبتضربه بالجزمة على وشه، ويستاهل الصراحة يستاهل، عايز يعري ناس. والمهم هاروكي بيتجنن وبيقول لها انا هقطع لك البنطلون ده علشان ما تلبسوش تاني. وبيجي واحد شرطي وبياخده وبيقول له تعالى بقى علشان نتكلم شوية مع بعضينا. وهاتانا بيلاحظ لعبتين في ايدين ساسكي وهيجيتا فبياخدها، والاتنين بعد كده بيكونوا ماشيين في الترعة وبيقولوا له كده ولا كده هناخدها في اقرب وقت. بس بيسمعوا المدرسين بيقولوا ان هم هيحطوا الحاجات ديت في الخزنة لمدة اسبوع. وميكي بيقول لهاروكي ان في بعض الطلاب اغبياء وبيستخدموا سحرهم علشان يطلعوا الحاجات من الخزينة، واحنا موجودين هنا علشان كده. وعندي سانو بيكون بيسأل مازوكي، بس في الوقت ده بيجي هيجيتا وساسكي وبيكونوا مولعين من الغضب وبيقولوا لهم جا وقت الحرب. فبيسألوه هو ايه اللي حصل، فبيقول لهم ان الملاعين دول اخدوا الاجهزة بتاعتنا وهتفضل عندهم لمدة اسبوع. وتوام وجاتا بيقولوا ان المعلم هاتانا خد منا تليفوناتنا وبيقولوا لهم احنا ما كناش بنعمل اي حاجة غير ان احنا كنا بنتفرج على راوي الانمي. فبيقولوا لهم كنتوا بتتفرجوا عليه بالظبط، فبيقولوا لهم كنا بنتفرج على مسلسل اركين اللي هو بيلخصه، ودي حاجة كده لسه هتنزل على القناة. فبيقولوا لهم انتوا ازاي تتفرجوا عليه لوحدكم وكنتوا تقولوا لنا نيجي نتفرج معاكم. وبعد كده الاربعة دول بيتفقوا يتسللوا لغرفة المعلمين وياخدوا الحاجة بتاعتهم، وبيحل الليل والاربعة بيروحوا المدرسة، بس بيكونوا مش مستريحين وحاسين ان المدرسة بتخوف بالليل. وهيجيتا بيقول لهم احنا يوكاي مفيش حاجة تقدر تخوفنا، وبيظهر من وراهم شبح فبيمسكوه وبيضربوه وبيطلع ان ده هاروكي. فبيقولوا له احنا جينا هنا علشان نسينا حاجة في الفصل، فبياخدهم وبيوديهم لأوضة المدرسين وبيقولوا له هو مفيش حد هنا غيرك، فبيقول لهم ايوه، وبيفتح الخزنة علشان يطلع المفاتيح وبيفتح لهم الفصل. والاربعة بيستغلوا الفرصة وبيروحوا يهجموا عليه، بس بينزل عليهم قفص وبيكون محطوط عليه تمايم وبتمنع استخدام القوة. وهيجيتا لما بيركز بيلاقي جنبه 3 ازياء مدرسية، وهاتانا وميكي بيكونوا موجودين هنا برضه وبيقعدوا يطبطبوا على هاروكي علشان بقى عامل زي الكلب. وفي الاثناء ديت مازوكي بيكون لسه مشغول في الدراسة علشان عايز يجيب اعلى من ال5 في الاختبار. 5 بقى من ايه مش عارف، وبيقرا كلمة في الكتاب وبيقول له معناها ايه وقع ضحية لشهوته. فبيقول له يعني الراجل اللي بيعمل حاجات علشان رغباته الخاصة. فبيقول له انا خلاص كده فهمت، زي هاروكي كده بالظبط يا جدعان. وفي الوقت ده عند هاروكي بيكون باين عليه متغير وبيقول لهم جلواته وما بيلحقش يكمل، وبيلاقي واحد من التوأم بيستخدم طاقته وبيقول لهم التمام ديت ما تقدرش تقف قدامنا احنا التوامين. وقاموس اليوكاي بيقول لنا ان فوجين وروجين في واحد بيتحكم في البرق والتاني بيتحكم في الرياح، وكانوا الاتنين دولت في فترة من الفترات زعماء، بس حصل مشاكل وعلشان كده اتطردوا من مملكة الزعماء وبقوا من اليوكاي العاديين. وبعد ما بيقدروا يخرجوا من القفص بيطلعوا يجروا، والمدرسين بيطلعوا يجروا وراهم، والطلاب بيلاقوا في جدار واقف في وشهم ومكون من نبات كده شبه الفجل، والجدار اللي متكون من الفجل بيبدأ يتخانق مع بعضه فبينهار على الارض وبيقدروا يهربوا. هاتانا بيجيب ازاز ساكي وبيشربها لميكي علشان يروح يقبض عليهم، والطلاب بعدها بيستغربوا هم ليه بيبذلوا الجهد ده كله علشان مجرد اجهزة العاب. بس بعد كده بيلاقوا الجدار اللي وراهم بيتكسر وميكي بيظهر، ويجيتا بيتفزع من اللي حصل، وفوجين بيقول لروجين وريهم انت تقدر تعمل ايه، وبيكون لسه هيضرب ميكي بس هو بيتحرك واللي بيجي وراه هاروكي وبيروح عند انذار الحريق وبيفضل يدوس على الزرار علشان هو دلوقتي بيتحرق. وهاتانا بيقول لميكي هات طفايه الحريق، بس بيلاقي ازازه الخمره اللي معاه خلصت فبيقول ينام، وفوجين بيضطر يطفيه باستخدام الرياح. وهاتانا بيفهم ان الطلاب جم هنا علشان ياخدوا الاجهزه بتاعتهم بس مش عشان الامتحان اللي موجود في الخزنه، وبيقول لهم كنتوا ممكن تطلبوا مني عادي. وهاروكي بيقول له انا فضلت ادوس على انذار الحريق ومفيش اي مطافي جت لحد دلوقتي. فبيقول له من حسن الحظ ان الانذار ده بيضرب عندنا احنا مش في المطافي، ولما حد بيسمعه بيتصل بالمطافي بيقول له لحسن الحظ مفيش حد، وما بيلحقش يكمل الجمله وبيسمعوا في الوقت ده صوت المطافي بره، وبيقول لهم يلا بينا بقى علشان نهرب. ورئيس المطافي بيكون عمال يزعق علشان جم هنا على الفاضي. وبنشوف سانو ماشي مع سايكلوبس وبيلاقوا الاستاذه والطلاب مستخبيين في الشجر، وطبعا علشان هو فتان بيروح يقول لرئيس المطافي اللي ضرب الجرس مستخبيين هنا، فبيطلعوا يجروا وراهم. وبعدها بنشوف هاروكي وبيقول للطلاب ان في قناه تلفزيونيه طلبت تعمل معاه لقاء، فبيقولوا له اسم البرنامج ده ايه، فبيقول لهم البرنامج الوثائقي لليوكاي. اول لما بيسمعوا الاسم ده بيقولوا له ده برنامج مشهور
دكتور واحسن لك ما تروحش علشان ما تهزقش نفسك. وهاروكي بيحس بالاحباط، فموجينا وهيجيتا بيقولوا له احنا هنساعدك علشان نخليك تتعامل زي معلم بالظبط. وبعد كده بتيجي مخرجه من قناه اليوكاي وبتقول انا اسمي ايجيها ودولت المساعدين بتوعي وبقيت طاقم العمل، وبتطلب منه اول حاجه هيعملوها هيصوروا الفصل بتاعه. وفي الفصل موجينا اللي هو شعره منكوش بيكون عامل استشوار، والواد اللي عامل زي القماش بيكون خد نفسه في يومين بفانيش وبقى عامل زي الغسيل اللي بيطلع في الاعلانات، وبيكون كل الفصل لابس الحته اللي على الحبل. وفي الوقت ده بتيجي البنت اللي اسمها ايجيها وبتسلم عليها، وهاروكي بيروح علشان يبدا الدرس بس بيلاقي نفسه جايب كتاب غلط، فبيكون مش عارف هيعمل ايه في الورطه اللي هو فيها دي، فبيخرم الحيطه تاني وبيطلب من اي حد كتاب التعلم اليابانيه. وبعد ما بيخلصوا بيجي الدور على هاتانا وبيقول لهم احنا النهارده هنروح نخوف الناس في مدينه هونوشو. وهاروكي بيساله احنا هنروح باستخدام القارب، فبيقول له اكيد لا، وده احنا كده ممكن ناخد 10 ساعات. وهاروكي بيستغرب وهم ليه ما قالوش على الحكايه دي وخلوه ياخد قارب لمده 10 ساعات. فبيقول له احنا لو كنا عملنا كده ما كنتش هترضى تيجي اصلا من الاول. وبيقول لايجيها ما تحطيش حاجه من اللي احنا قلناها دلوقتي، فبتقول له ما تقلقش. والمعلم هاتانا بيقول للطلاب النهارده يبدا اول يوم ليكوا في درس عملي، وبيقولوا ان المنطقه دي تم اغلاقها علشان كده مش هيبقى في ناس كتيره حواليها. والمعلم بيقول لهم بعد كده ما تحاولوش تخوفوا نوعيه زي المعلم هاروكي، فكل واحد بيقول عليه حاجه شكل، يعني مثلا واحده بتقول عليه ان هو منحرف، والتاني بيقول عليه علشان نحس، والتالت بيقول كذا، والرابع بيقول كذا. فالبنت اللي اسمها اوتاجا بتقول حتى لو خوفنا واحد زيه فهو ما عندوش حد علشان يروح يقول له اللي حصل له. وهاتانا بيقول بالظبط تقدر تخوف اي حد بس اهم حاجه يروح ينشر الاخبار دي، وعلشان كده ما ينفعش نخوف الاطفال لانهم هيروحوا يقولوا لامهاتهم ويفتكروهم بيتخيلوا ولا كبار السن ولا الحوامل ولا حتى الناس المريضه، وتحس ان هم داخلين حرب مش فاهم برضه. وبيطلب من اوتاجا وسايكلوبس يبداوا هم علشان دول ممثلين في الفصل، وهاروكي بيقول لهم انا هديكوا طاقه ايجابيه، وبيبدا يعمل نفسه خايف منهم. والاتنين بيقابلوا عيلين شكلهم يستحق اللي بيحصل فيهم لانهم كانوا ماشيين بيتكلموا عن حاجات مش كويسه، فبتطلع لهم وبتسالهم هل ممكن تودوني المكان، فبيقولوا لها اكيد، وبيسالوها المكان ده فين، فبتتحول لهيكل عظمي وبتقول لهم الجحيم. فالعيال بيخافوا منها وبيطلعوا يجروا، وسايكلوبس بيوقفهم وبيخوفهم بعينه الواحده. والمعلم بيديهم تقييم مرتفع وبيقول لموجينا جدورك وهتروح انت وهيجيتا، والاتنين بيستعدوا وبيقولوا له ده احنا هنعمل شغل عالي جدا واستعدوا للهزيمه. وبيروحوا وبيستخبوا وبيلاقوا إليا ماشيه في الطريق وبيكون شعرها زي موجينا، وهيجيتا بيقول له ولا الحق امك هنا، فبيقول له بطل سخافه بقى، ومش علشان شعرها زيها تبقى هي ام يا غبي، ويلا استعد علشان نخوفها. والاتنين بيقفوا وبيستخدموا خداعهم، بس الوليه بتقول لهم انتوا جيتوا قدام الشخص الخطا، وانا سيده كبيره في السن بس طريقه ارواح، والوليه دي مش بتسيبهم وبتفضل تجري وراهم لاكتر من 10 كيلو متر. فبيقولوا له العجوزه فين، فبيعرفوهم ان هم قدروا يتغلبوا عليها وربطها في الشجره. والمدرس بينادي على تاموا ومازوكي، والاتنين دولت بيروحوا بيلاقوا بنتين والقط بيتحول وبيروح يلعب معاهم، ومازوكي هو كمان بيتحول وبيروح يلعب معاهم. والمدرس لما بيشوفهم بيعملوا كده بيقول ده انا هنفخهم وهديهم واجبات منزليه اضافيه. وبينادي بعد كده على سانو وبيقول له هيبقى معاك هاروكي، فبيتضايق وبيسال اشمعنى الشخص ده، فبيقرب منه وبيقول له حاجه فبيفهم. وبعد كده بينزلوا الاتنين وبيفضلوا يتكلموا، وبنفهم ان الاستاذ خلى هاروكي معاه علشان سانو ما بيعرفش يتحكم في السحر زي الاستاذ ميكي كده بالظبط، وبيفقد السيطره على نفسه. وهاروكي بيقول له ما تخافش انا موجود معاك. وبعد كده بيستخدم قوته على كلبه وبيخليه يجري ورا هاروكي، وبيستغل الفرصه وبيصوره علشان ما يضيعش فرصه زي دي. وبيكون الكلب خلاص هيرمه من الحته بتاعته، بس هو بيقدر يفلت وبيخبط في عجله والكلب بيعضه وبينزل جنب واحد وبيكون شكله عامل زي الاشباح. فالوليه بتخاف وبكده هو نجح في الاختبار. والمعلم بيقول له كده ما ينفعش، لازم تخوف الناس بنفسك. وبيكون في بنت معديه فبيستخدم قوته عليهم وبيقطع هدوم، فالبنت بتخاف منهم وبتطلع تجري وبتطلب كمان الشرطه. وهاتانا بيكون لسه عايز يجري ورا البنت بالمنظر ده، بس هاروكي بيمنعه وبيخلص الاختبار ده. وبعد كده هاروكي بيكون واقف مع ايجيها وبيقول لها للمره الرابعه ما تحطيش اي لقطات وحشه، فبتقول له ما تخافش يا عم مش انا وعدتك قبل كده. والطلاب بيكونوا واقفين بعيد وبيقولوا اكيد البنت ديت ما اخدتش غير اللقطات المحرجه واحنا لازم نساعده باي طريقه. وهيجيتا بيقول لهم على الخطه. وبعد كده بنشوف هاروكي واقف وبيعمل مقابله وبتقول له انت المسؤول عن قسم الاحياء، وسمعنا انك انت اطلقت اسم على نبات الفجل اللي بتعتني بيه. فبيقول لهم ايوه وانا جبت كمان 3 منهم دلوقتي، وبيقول لهم على اسامي ال3 دول. الغريبه بقى ان ال3
التلاتة اصلا شبه بعض، بس هو بيوصف لهم كل واحد فيهم وهي مش عارفه اصلا تفرق ما بينهم. وبعد كده بنلاقي الخطه بتاعت هيجيتا الغبيه اللي هو عملها، وبتكون عباره عن ان هم لابسين زي الاولاد المتنمرين. ومازوكي بيقول اكيد دلوقتي هاروكي هيتحول زي خروف، وبيكون بيتخيل حاجات كتيره في دماغه. وهيجيتا بيكون ماسك كتاب، وكتاب فيه الحاجات اللي المفروض يقولها. وزاسكي بتقول له لو ما سرعتش في اصلاحنا فاحنا هنروح ناخد الفلوس مع طلاب الفصل الثالث. وهاروكي بيقول لهم وقفوا اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش. فبيجي سانو بيقول له ما ينفعش الاسلوب ده، وبيقول لهم كلمتين ما لهمش لازمه، وبيخليهم يعتذروا له وبيطلبوا منه العفو. وبعد كده الخمسه بيخلعوا هدومهم وبيلبسوا هدومهم العاديه، وبيقولوا احنا خلاص كده هنسيب طريق الشر وهنمشي جنب الحيط. وبعد كده بيرجعوا لموضوعهم عن نبات الفجل، بس بيكون في واحد مفقود، ولما بيلاقوه بيكون على السور وبيقع، فبيطلع يجري وراه وبيمسكه. وهاروكي مش بيلاحظ ان هو نط وراه، فبيعرف خلاص ان هو هيموت. بس بيجي في الوقت ده سانو وبيمسكوه. بقيه الطلاب بيكونوا عاملين زي الحبل، وبيتسالوا هو فين اوتا في وقت زي ده، او اي حد من العمالقه الملعين. فبيتفاجئوا ان اللي شايل الكاميرا طلع من العمالقه، وبيتاسفوا له. وجيتا بيقول انا شفت جدتي المتوفيه، وانا مش فاهم هم اليوكاي المفروض بقى بيطيروا في الجو، بس مش مهم دلوقتي. والعملاق بيقول لهم انتوا اظهرتم الشجاعه يا اطفال. وسانو بيلاقوا هاروكي مش بيتكلم، فبيساله، فبيقول له لا مفيش حاجه، وانا عملت حاجه ما عملتهاش من وانا صغير. وبيكون عملها على نفسه من الرعب. وبعد كده بنشوف مقابلته التلفزيونيه، وبيكون فريق الاعداد خلاه يظهر بشكل جميل زي ما وعدوه، وشالوا كل اللقطات اللي كان فيه عامل زي العبيط. والطلاب بعد ما بيخلصوا تكسير في نفسيته التليفون بتاعه بيرن، وبيكون في واحد بيقول له كنت مش عارف انت ليه طلبت التمام ديت فجاه، بس طلعت شغال في مدرسه اليوكاي. وهاروكي بيقول له ايوه فعلا ما كنتش اتخيل ان انا اشتغل في مدرسه زي دي قبل كده. والراجل ده بيقول له مقابل التمام دي عايز اطلب منك معروف. والطلاب بيكونوا واقفين وراه وسامعين كل حاجه، وبيسمعوه بيقول ان هو هيرجع لبيته في عطله نهايه الاسبوع. والتلاته اول لما بيسمعوا كده بيكونوا عايزين يروحوا معاه، وهو بيقول لقريبه ان هو طلع على قناه اليوكاي، وبيفضل يتكلم معاه على اللي حصل في اليوم ده. وبعد كده بنشوف سانو وهو بيقول لهاروكي ان احنا جايين لك في الطريق، واللي قال لنا على بيتك هو المعلم ميكي. وهاروكي بيقول له انت عارف من عيلتي وازاي تجيب دولت معاك. فبيقول له ما تخافش انا هخليهم يعملوا جولات سياحيه، وبعد كده هقول لهم ان الورقه ضاعت وعلشان كده ما تروحش لاي اماكن سياحيه. وهاروكي بيقول له انت طريقتك غريبه معايا قوي، وما تصرخ في وشي ولا اشتمني ولا اعمل اي حاجه. فسانو بيغير رايه وبيقول له خلاص انا رجعت في كلامي وهجي لك دلوقتي وجهز نفسك بقى، ولو شفت الشعريه الغبيه ديت انا هطيرها لك. وبيقفل في وشه السكه. وبعد كده بنشوف التلاته دولت قاعدين في مطعم بياكلوا، وزاسكي بتكون قامت تروح الحمام، ولما بتيجي بيكون في اتنين بيعكسوها، فبتطلب المساعده من اي حد من اللي معاها. فبيضحكوا عليها وبيقولوا لها ده انت بقيتي بتوقعي الولاد دلوقتي. وزاسكي بتقول لهيجيتا ما تخليك راجل ولو حتى مره في حياتك. فبيقوم علشان يدافع عنها، بس بيجي هاروكي وبيكون شكله مخيف وبيرعب العيلين التانيين، وبيقول للعيال لو كنت عايز تعاكس فروح عاكس الجميله اللي هناك دي. وبيشاور على واحده عجوزه، والعيال طبعا مش بيوافقوا، بس هو بيبص لهم بصات اللي هو انا هعملها معاكم. فبيروحوا يعملوا كده وبيكونوا حاسين بجلد الذات وهم بيعملوا الحاجات دي. ومازوكي بيروح في الوقت ده بيضرب هاروكي وبيقول له انت بتعمل ايه؟ انت بالطريقه ديت بتعمل اعمال رائعه بشكل السيد هاروكي، وانا اكتر واحد عارف السيد هاروكي وعمره ما يعمل الحاجات ديت. وهاروكي الحقيقي بيجي وبيمسك في سانو، ولما بيشوف اخوه بنعرف ان دول التوأم، وبيركبوا بعد كده العربيه. وبيقول لهم ده اخويا الكبير اماكي، وبيقول لاخوه دول طلابي واللي في الازازه ده كمان. وبيكونوا حطوا هيجيتا في ازازه علشان مفيش مكان. واماكي بيكون قاعد مش طايق اليوكاي، وهاروكي بيقول لهم ان هو مش بيطيق الارواح. وبيوصلوا البيت وبيلاقوا ان البيت ده في بوابه زي المعبد. وهاروكي بيقول لسانو ان هو قال لاخوه وامه على كل حاجه، بس بيجي واحد من المعبد وهاروكي اول لما بيشوفه بيضربه وبيفقدوا الوعي. وام هاروكي بتفتح الباب وبتلاقي جوزها مرمي على الارض. وهاروكي بيفهمها ان طلابه موجودين دلوقتي وهم مش عارفين ان احنا عيله طارده للارواح، وبيسالوه هنعمل ايه في الراجل المرمي في نص الطريق ده. ومراته بتقول ان ده جني ولو شفتوه بيحالفكم الحظ السعيد وهتبقوا مليارديرات في المستقبل. والغريب ان هم بيصدقوا وبيقعدوا مع بعضهم. وام هاروكي بتقول لهم انا سعيده جدا علشان اول مره اشوفه مع حد غير اماكي. ومازوكي بيقول لها هو كان عامل ازاي لما كان صغير، فبتحكي لهم قصه لاول مره شافوه بيمشي فيها. وبتقول لهم ان اخوه التوأم كان قادر يمشي على رجليه الاول، بس في الوقت ده كان في قطعه غسيل طايره في الجو، ودي كانت زي مدرسه بحري. وهو اول لما شافها بيجري وراها وراح خدها على طول. وجيتا بيقول له هو انت في حاجه ما بينك وما بين الازياء ديت؟ وبتقول لهم هو بيعمل ايه معاكم؟ فبيقولوا لها احنا ساعات بنرمي على التين، بس هو ما بيفقدش الامل وبيكمل الحصه. وساعات زمايله في الشغل بييجوا علشان يقتلوه، بس هو ما بيفقدش الامل وبيكمل الحصه برضه. وبيفضلوا يتكلموا شويه وبيجي اماكي وبيقول لامه الحقيقه قناه راوي الانمي منزله
ملخص جديد، فبتروح علشان تتفرج عليه وتعمل لايك واشتراك في القناه وبتحط كومنت جامد زيها. والمهم بيقول لسانه انت عارف كل حاجه صح، فبيقول له ايوه، فبيمسكهم وبيرميهم بره وبيقول لهم عمر ما كان البشر واليوكاي هيعيشوا مع بعض ومحدش يقرب من هاروكي وانا هخليه يسيب المدرسه دي. وسانو بيقول بصوت عالي للاسف انا جبت 3 ازياء مدرسيه وكده مش هعرف اديها لهاروكي ولا هو ملهوش نصيب بقى. وهاروكي اول لما بيسمع الكلمتين دولت بيكون عامل زي الشبح، بس اخوه بيقفل الباب تاني وبيقول له ما ينفعش ترجع المدرسه دي تاني. وبيتفاجئ ان هيجيتا ومازوكي مخترقين الباب بجسمهم، فبيدوخ وبيغمى عليه وبياخدوه لجوه وبيفضل يهلوس باليوكاي. وهاروكي بتقول بس من امتى اماكي عنده العقده دي من اليوكاي؟ وهاروكي بيحكي لهم ان اماكي لما كان صغيرين كان دايما بيتخانق مع ناس كتيره لدرجه ان هو كان بيضرب اللي اكبر منه بسنتين، وده اللي خلاني ما اقدرش اكون صداقات مع حد. هاروكي بتقول لهم انا عايزه منكم خدمه، والضريح اللي جنبنا في مهرجان النهارده وممكن تساعدونا في اداره المتاجر واللي بتكون موجوده هناك. وبيوافقوا. لما بيروحوا للضريح بيقعدوا يلعبوا شويه وبيمسكوا الاستاذ بتاعهم وبيخلوه هدف للرمايه، وبيقول لهم يلا بقى استعدوا علشان الناس قربت تيجي للمهرجان. وبنشوف بعد كده هاروكي واماكي وسانو قاعدين جنب بعض، وهاروكي بيقول لهم انا هروح اشتري حاجه، حد عايز حاجه؟ فاخوه بيطلب طلب واحد وسانو بيطلب 50 طلب. ولما بيمشي اماكي بيقول يا ريتني كان عندي القدره بتاعت اخويا علشان اعرف اطردك، وبيساله هو انت ما عندكش القدره دي ليه؟ فبيقول له مفيش حد في العيله اصلا بقى عنده القدره دي علشان اسباب كتيره. وهم قاعدين بيتكلموا شويه لقطات كده بتيجي في المهرجان، وبنلاحظ ان الواد اللي كان بيعاكس ساسكي واخوه هاروكي قال له روح عاكس الوليه دي بقى ماشي معاها دلوقتي. واليوكاي بيكونوا شايفين ده ومش مأذيين من المنظر اللي شايفينه. المهم نرجع لكلام اماكي، وبيقول اخويا الوحيد اللي جات له القدره الكبيره ديت اول لما اتولد. وبنشوف اماكي لما كان صغير واقف قدام باب عليه اختام كتيره، وابوه بيقول له ما تقربش من هنا علشان في يوكاي خطير جدا، وجدك الكبير يا دوب قدر يختمه، بس اللي بيقدر يهزمه واحد من اسلافنا الاقوياء اللي عندهم القدره القويه زي الجد المؤسس. وفي الوقت ده بيقع رف بالغلط وبيكسر الباب، واليوكاي الخطر ده بيطلع. وقاموس اليوكاي بيقول لنا ان ده تشونو، والمعروف عن اليوكاي ده ان عنده اسم تاني وهو حاصد الارواح. وكامي بيحاول يهرب بس الوحش ده بيقف قدامه وبيمسك روح ابوه هاروكي. في الوقت ده بيخبط عليهم علشان يفتحوا، واليوكاي ده بيروح علشان يقتله بس هو بيفعل قوته عن طريق الخطا وبيمحيه من على وش الارض. وسانو بيسال اماكن انت ليه ما قلتلهوش على قدرته دي؟ فبيقول له اصلا ما كانش في داعي علشان كان اي يوكاي بيظهر قريب من هنا كان بيتمحى، ومن شده قوته اديته غرز علشان اساعده في السيطره على قوته. وانا ما يهمنيش اذا كان في المدرسه ديت واباد كل اليوكاي عن طريق الخطا، بس انا خايف لحسن يتاذى من الحكايه دي. وسانو بيقول له ما تخافش، لو حصل حاجه انا هتولى امره علشان القدره ديت ما بتشتغلش كويس على اليوكوجامي وده الفصيله اللي هو منها. وبيقول له لو في فرصه علشان يبيد اليوكاي انا هبقى موجود وهقدر امنعه. واللي بيسمع الكلام ده هاروكي، وبيقول له انت المفروض تبقى احسن من كده وعقدتك من اخوك ديت تروح وتثق فيه شويه. وبيقول له ان اخوك بيحاول بكل اللي عنده علشان يقدر يبقى معلم ناجح، وهو ايوه منحرف وفاشل وبيحط نفسه في مشاكل ملهاش لازمه، بس هو في الحقيقه بيعمل كل اللي عنده. وهاروكي ما بيقدرش يمسك نفسه وبياخد سانو بالحضن وبيوقعه في الميه وبيقول كلمتين حلوين، بس بيلاحظ ان هو وقعه في الميه فبيربطه وبيحطه في الميه وبيجيب سلكينه وبيفضل يجربه. وعليا النعمه هاروكي ده واحد مزوخي. والمهرجان بيخلص وهاروكي بيستعد علشان يمشي مع طلابه وبيودع ابوه وامه، وبعد كده بيسمعوا اسم القطر اللي المفروض يركبوه وبيطلعوا يجروا علشان ما يتاخروش عليه. ولما بيركبوا القطر بنشوف 2 بره القطر بيودعوا بعض، ودول مين بقى؟ الوليه العجوزه والواد الشاب. والمجموعه بتقدر تركب القطر وبعد كده بيتحرك، بس بنشوف اماكي بيجري وبيكون بيقول لاخوه حاجه بس هما مش بيسمعوه. هاروكي بيتخيل كلام في خياله بس بيطلع هو كان بيجري وراهم علشان يقول لهم ان ده مش القطر اللي المفروض يركبوه. وبعد ما بيوصلوا للمدرسه بنشوف مازوكي راكب على صخره وبيتدحرج بيها، وهاروكي بيحاول ينقذه بس بيقع معاه في نفس المشكله وبيكسروا فصل وبيطلع فيه ادوات تعذيب. وهاروكي بيقدر ينجو، وبعد كده ال3 بيخرجوا وبيكون معاهم الواد ابو شعر اصفر على بني، والواد ده اسمه كوروهاشي. وبيساله لو يعرف اي حاجه عن نتائج اليوم الرياضي، وهو بيساله علشان عنده قدره لرؤيه المستقبل. فبيقول له انا شايف انك انت هتبقى لابس لون احمر وبتدرس لنا يوم كامل كعقاب. وسانو بيقول له انا متاكد ان لو ده حصل هيبقى عقاب لينا علشان هنضطر نشوفه بالشكل ده. بعد كده المدير بيقول للطلاب رسميا هتبدا دلوقتي المهرجان الرياضي لاكاديميه هياكي، وبيقول لهم علشان ما نجيبش العار اسم اليوكاي عايزكم تشتغلوا مع زمايلكم في الفصل وتلعبوا بنزاهه وبكل شفافيه. وبيفضل يقول شويه كلام كده، وبعد كده بيقول لهم الفصل اللي هيخسر من 6 هيختفي بالكامل. فالطلاب بيخافوا جدا وبيصابوا بالرعب وبيقولوا له احنا مش في بطوله الاكوان هنا وانت فاكر نفسك مين؟ بس بعد كده بيقول هيختفي راتب معلمكم ها ها ها. والرعب بعد كده بيتحول للمعلمين والمعلم الفار وكل المعلمين بيقول له احنا عندنا عيال في البيت وانت مجنون يا راجل
انت ولا ايه؟ وعض قلبي ولا تعض رغيفي. وهاروكي بيكون بيشجعهم من ورا، فالمدير بيقول له باين عليك معارض وهو القرار مش جاي معاك ولا ايه؟ والطيب ايه رايك انك لو انت خسرت هتفقد مرتبك وهتدرس يوم كامل وانت لابس زي احمر؟ وايه رايك في القرار قد ايه هنا عادل؟ وتحس ان المدير بيتلكك علشان يخصم مرتباتهم. وهاروكي لما بيسمع كده بيفتكر كلام كوروهاشي واللي قاله له امبارح، فبيمسك في المدير وبيقعد يتحايل عليه. وبقيه الفصول بيكونوا شايفين ان شكله مثير للشفقه وبيضحك، ولما بيبص على فصل هاروكي بيلاقوهم ساكتين وبيسالوهم، فكل واحد فيهم بيكون خايف لاحسن التهديد اللي قاله المدير ده يحصل. وبيضطروا يحضروا يوم كامل مع هاروكي وهو لابس الزي ده. وميكي بيجي وبيقول له ان وظيفتك هتكون سهله خالص وهتاخد اوراق استرداد الكنز وهتفحصها. وبيكون ده اول سباق، واللي هيشارك من فصله هو مازوكي وزاسكو وجيتا، وبيتمنى ان هم يكسبوا. وسباق الصناديق الكنز بيبدا، ومازوكي في الوقت ده بيتحول لواحد عنده عضلات وبيطلع يجري باسرع ما عنده وهو بيوصل لصناديق الكنز، وبياخد ورقه وبيروح يجري تاني. ومتسابق تاني واصل وبيمسك الورقه وبيكون مكتوب فيها حاجه المفروض هو يعملها. ومازوكي بيروح على الجماهير وبيمسك سانو وبيساله ليه عملت كده، فبيقول لهم الورقه كان مكتوب فيها صديق مقرب، وبيدي الرايه بعد كده لزاسكي. وبتفضل تتسابق مع البنت اللي من الفصل التاني بس بتقدر تكسبها، ولما بتروح تسحب الورقه بتتمنى يطلع لها حاجه سهله، بس الورقه بيكون مكتوب فيها الصيف المقدس وكلام كبير كده، وبيكون مكتوب ان هو موجود في فم بركان. وهي بتروح علشان تنفذ المطلوب منها ده علشان ما تشوفش المعلم بتاعها وهو لابس اللبس هيدرس لهم بيه. وهاروكي بيروح علشان يستلم اوراق المرحله الاولى، والمرحله الثانيه باين كده كانت صعبه علشان في ناس كتيره لسه ما جابتش الحاجات المطلوبه منها. وزاسكي بتيجي ومعاها الصيف المقدس، وبتكون هي اصلا كان معاها الصيف ده في بيتها وخدته قبل كده من فم البركان. وجيتا بيستغرب من الحاجات اللي موجوده عندها في الغرفه، وبتديله الرايه وبتقول له احسن لك تكسب علشان ما استخدمش الصيف ده عليك. وجيتا بيفضل يجري لحد ما بيوصل للصندوق، وبيفضل يتمنى يطلع له اي حاجه ما عدا شخص بتحبه في السر، بس بيطلع له العكس. وبتكون المهمه زميل في الفصل بيكرهه في السر، وبيكون الكل خد الورقه وراح ينفذ المهمه وهو لسه ثابت في مكانه. وبيكون ده كله بيفكر هيختار مين، وبيستبعد البنات كلهم علشان لو اختار واحده منهم كلهم هيكرهوه. وبيقول ممكن اختار زاسكي، هي صديقتي من الطفوله واكيد هتتفهم اللي انا عملته، بس بيفتكر ان عيلتهم هما الاتنين اصحاب من زمن، ولو عمل كده هيضطر يشق بطنه علشان يعتذر لها. وبيقول مازوكي لو اخترت سانا هيقطعني، ولو اخترت سانا هيقطعني برضه، ولو اخترت سايكولوبيس فحياتي اليوميه هتتدمر علشان هو عايش معايا في نفس الغرفه والفصل. وبيستبعد اعز 3 من صحابه وبيفضل يعيط علشان كل اصدقائه اللي حواليه عزيزين عليه. وجيتا في الوقت ده بيفوق على صوت اصحابه، ولما بيشوف مازوكي ماسك ورقه في ايده بيروح يقول له هو كان ايه الاختبار بتاعك، فبيقول له اختار صاحبك المفضل، فبيترجاه يديله الورقه بتاعته في السر. ومازوكي بيفتكره وبيتكلم عن الورقه اللي في ايده، ولما بيديها له بيقول له لازم اشوف حد مش موجود هنا علشان ما حدش يشك فيا ان انا زورت الاختبار. وبيقول له هو راح فين سانو، فبيقول له راح الحمام، فبيروح له وبياخده قبل حتى ما يغسل ايده. وهيجيتا ده يوكاي وهيبقى في نظر الناس بسكليته، وهاروكي بياخد المايك وبيشجع هيجيتا علشان يبقى الاول وبيقدر يتخطى، وبالطريقه ديت الفصل الثالث بقى في المركز الاول. وهاروكي بيجي علشان يحتفل معاهم وبيقول لهم ايه بقى الغرض اللي انت المفروض تجيبه، فبيطلع الورقه وبيقول له من المحرج جدا اعترف لك بده. وسانو وهاروكي بيكونوا مصدومين، بس هاروكي مش بتفرق معاه علشان هو كده كسب المركز الاول. وهيجيتا لما بيبص في الورقه بيحس باحاسيس اول مره يجربها. وسانو بيضرب هاروكي المستفز وبيقول لهيجيتا خلينا اصحاب احسن. والمهم المسابقه الثانيه بتبقى رمي الفجل في السله، بس الفجل ده بقى بيقعد يتحرك بطريقه عشوائيه، يعني ممكن يخسرك بمزاجه او يكسبك. والمهم ان الفصل الاول هو اللي بيحل في المرتبه الاولى. وهاروكي بيفضل يعيط، وسايكولوبيس بيجي مع اوتاجو وبتقول له معركه الفرسان والهيمنه حاولنا نفتكر تشكيله استنادا للنصائح بتاعتك، وبيقولوا له لو هتيجي تبص بصه وتشوف كده اذا كانت جيده ولا لا. فبيقول لهم ممكن نفصل كوروهاشي عن زاسكي. وميكي بيكون واقف بيتفرج عليهم وبيكون بيعمل كده علشان يتجسس عليهم. وهتانا بيقابل ميكي وبيقول له مالك كده، فبيقول له ابدا انا بدات استمتع بالمهرجان. وميكي بيكون سايب الميكروفون لمارشميلو وبيقول لنا ان معركه الفرسان بتكون واحد راكب على ظهر التاني، والمفروض كل مجموعه تاخد عصابات الراس بتاعه الفرسان التانيين، وبعد وقت محدد هيشوفوا مين الاول. واول لما بتبدا المسابقه بينفذوا خطه هاروكي، واونا بيتحول لعملاق وبياخد زمايله، وبيكون في فريق تاني هجومي والقائد بتاعهم مازوكي، وبيتحول لايد وبيفضل ياخد عصابات الراس بتاعه الفرقه التانيه. بس
ويامازوكي بعد ما بيقدر ياخد كل عصابات الراس بيقع على الارض، وباقي الفرق بتهجم عليها علشان تاخد حاجتها، وبكده اقوى هجوم ليهم اتدمر. وكوروهاشي بيقول لهم المفروض دلوقتي احنا نهرب، بس سايكلوبس بيقول له المفروض نلتزم بالخطه اللي عملها هاروكي، وبيقول لنا لو اتحاصرنا زي كده المفروض نستنى اللحظه المناسبه. وفي فريق بيروح يهجم عليهم، وكوروهاشي بيعمل نفسه ان هو شايف مستقبله، وبيفضل يقول الكلام لحد ما بياخد منه عصابه الراس. ودليل اليوكاي بيقول لنا ان كودان وده الفصيل اللي بينتمي لكوروهاشي، والمهم بيقول لنا ان الكودان ده نص انسان ونص طور، وبيقدروا يتنبؤوا بالكوارث. والفريق ده بعد كده بيتحاصر، بس بالله الاربعه اللي كانوا محاصرينهم بيغرقوا في الطين وبيروحوا يخطفوا عصابات الراس. ومارشميلو ده تحس ان هو كان بيعلق على ماتش كوره مش مسابقه. وفريق هيجيتا بيكون متكون من مجموعه بيطيروا، بس بيكون في مجموعه تانية بيطيروا وبيطاردوهم، وهيجيتا بيحس ان هو عايز يرجع، وبيجي واحد من وراه خلاص هياخد العصابه من على راسه، بس بتيجي اوتاجو وبتتحول وبتمسك الواد ده وبترميه على الارض. وهاروكي بيفرح جدا وبيقول لهم يلا بقى علشان جه وقت الهجوم المضاد. وانا بصراحه حاسس بعد المجهود ده كله ممكن يخسروا. والمهم الواد السمكه بيقول لهيجيتا استخدم كرات التيم بتاعتك، بس هيجيتا بيقول له انا اسف. فبيقول له في ايه اللي حصل، بس بنلاقيه بيرجع عليه. وبكده فريق تاني من الفرسان خرج بره المسابقه. وحاليا الفصل الثالث ما عندهوش غير فريق قوطه العملاق، وده طبعا واكل صحابه فريق كودانا ونظره. والفريق بيحاول على قد ما يقدر ان هو يهرب من باقي الفرق. وهاتانا وميكي بيكونوا عمالين يضحكوا علشان الفصل الثالث هياخد المركز الاخير، بس المدير بيطلع من تحت الارض وبيقول لهم لسه الفصل الثالث ما خرجش من المنافسه. وبيظهر فريق زاسكي وهو معاه عصابات راس كتيره جدا، والمدرسين بيكونوا ملاحظوش وجودها. وهاروكي بيقول لهم ان الزكاروشي بيقدروا يخفوا نفسهم بسحر اليوكاي، وفي الوقت اللي انا خليت اوتا يتحول لعملاق خليت فريق زاسكي يختفي. والفرقه الثانيه كانت بتجذب الانتباه، وبعد شويه كلام ملهوش لازمه المسابقه بتخلص خلاص. والفصل الثالث بيحل في المرتبه الثالثه، وسانو بيقول احنا لو ما قدرناش نكسب الجوله الجايه ديت هنحل في المركز الاخير. وهاروكي بيطمنه وبيقول له بمشاركتك احنا مش هنحل في المركز الاخير. وهاتانا بيجي وبيقول لهاروكي انت جبت الاداه اللي طلبت منك تجيبها من مستودع الصاله الرياضيه، فبيطلع يجري علشان يجيبها. والاستاذ بيقول لسانو روح ساعده علشان يجيبها بسرعه. والاتنين بعد كده بيفضلوا يتكلموا، وسانو بيقول له انزل بقى بسرعه علشان استعد للحدث. فبيقول له هو انا لو نزلت هتضربني؟ فبيقول له انا بقول لك انزل علشان اضربك اصلا. وبعد كده الاتنين بيفضلوا يتكلموا شويه، وبعد كده سانو بيطلع له قدر شكله غريب، وبيقول له انت لو اشتريت القدر ده ب 500,000 ين انا متاكد ان هو هيخليك سعيد. وهاروكي بيحس ان هو عايز يخدعه بس بيغير رايه، وبيقول له هو انت عايز تاخد ال 500,000 امتى؟ وسانو بيقول له انت لازم تحذر من عمليات الخداع اكتر من كده. وفي الوقت ده بيكون في جنبهم عملاق شايل جذع شجره وبيكون مش قادر يشيله، وبيخبط في السلم وبيوقع هاروكي على الارض. وفي الوقت ده باقي الخشب بيكون هيقع، بس سانو بينقذه. وبعد كده بيتشكل في السلم اللي على الارض ومش بنعرف ايه اللي حصل له. وهاتانا بيكون جاي متعصب علشان فضل الوقت ده كله ولسه ما جابش الشيء ده. ولما بيدخل بيلاقي هاروكي مصدوم وقدامه سانو واقع على الارض، وبيروح علشان يساعده وبيقول لهاروكي ان ده مش وقت البكاء، بس بيتفاجئ بيه وهو عمال يصرخ وقام وشال الشجر وكمان رماه في الجو وخد سانو وطلع يجري. وسانو بيكون صاحي اصلا ده كله وبيوديه عند الاسعافات الاوليه، وبيكون كل اللي عنده الم في الرجلين ازاي مش فاهم، ويمكن لما تشنكل والمنطقه عندهم ليفل مليون. والاستاذ بيكون مش مصدق زي كده برضه، وان بعد اللي حصل ده كله طلع عنده لوي في رجله. وسانو بيقول لهم لو ده مجرد التواء فانا ممكن عادي اشارك. وسايكلوبس بيقول له يا ابني انت عبيط، انت ممكن اصابتك تزيد. والدكتور بيقول له هي المسابقه دي هتكون عباره عن ايه؟ فبيقول له ان المسابقه بتكون 3 من كل فصل، يوكاي حيواني ويوكاي غير مادي ويوكاي بشري. والدكتور بيقول له ما تخافش لو حاجه حصلت لك فانا هعمل لك عمليه. وهاروكي بيفوق من حاله الاكتئاب اللي عنده وبيقول له انا عندي طلب والمسابقه بتبدا. وتامو بيتحول لقط وبيروح يمشي وبيكون قدامه فار، وده هو الاستاذ نيزومي وبيشارك باسم الفصل الرابع. المهم الكل بيبدا يقف على خط البدايه وبيكون شكلهم مخيف، بس اول لما الصفاره بتنطلق كلهم بيرجعوا لشكلهم الكيوت تاني. وبتكون اول عقبه في السباق ده الجري على جذع الشجره. والتامو لما بيطلع على جذع الشجره بيشم ريحه حلوه وبيفضل يتميع في الطريق واصحابه بيفضلوا يفوقوا فيه. وسانو لما بيشوفه بيعمل كده بيقول له هو انت بتلعب مع الجذع اللي كسرني؟ ولما بيسمع كده بيفوق وبيروح يقطع الجذع ده. والتاني عقبه بيكون تشتيت ليهم، وتامو بيكون مش قادر يقاوم بس بيقفل عينه وبيمر من الحقل ده وبيروح لصاحبه الشبح. وفي الوقت ده الاستاذ الفار بيكون دخل في فخ الفيران وحاليا هو مزنوق على الارض. والمهم نرجع للواد الشبح وبتكون اول عقبه قدامه الرياح. واسف ده مش شبح ده قماش، وبيكون اسمه ينجيدا. والمهم بيحط ايده في جيبه وبيطلع قنبله، والكل اول لما بيشوف القنبله دي في ايده بيخافوا وبيطلعوا يجروا وبينزل نقطه واحده وبيعمل رياح قويه جدا. وبعد كده الكل بيعدي ونجيدا بيدي اشاره لهاروكي وبيفضل يجري 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 لحد ما بيوصل لاول عقبه. والمفروض ان هو يقفز الارتفاع ده كله. طلاب الفصل الثالث بيحسوا ان هم خلاص كده مفيش اي امل ليهم علشان يكسبوا، بس سانو بيقول لهم انا عندي خطه وبيعرفهم على القوه اللي عند هاروكي وبيقول لهم على خطه، بس بيكونوا
ومش مقتنعين بيها، واللي بيوافق عليها تاموا وسايكلوبس، وبيقول لهم احنا هنفضل واقفين كده وبنتفرج ويلا بينا يا رجاله علشان ننفذ الخطه. والمدير بعد كده بيظهر من تحت سانو وبيقول له هو انت خليته يستخدم قدرته، بس مش بيرد عليه وبيقول له انت شكلك كده هتضطر ان انت تستنى وتشوف بنفسك. وهاروكي في الوقت ده بيكون بيحاول ينط الحاجز الكبير ده كله، وبيفضل يفكر في طريقه ازاي يتجاوز الحاجز اللي قدامه ده. بس طلاب فصله في الوقت ده بينادوا عليه وبيكونوا لابسين الزي المدرسي، وبيكون شكلهم الصراحه مسخره. حتى الطلاب والمدرسين بيكونوا فاتحين بقهم من الحاجات اللي هم بيعملوها، والطلاب بيفضلوا يضحكوا عليهم وهم بيستحملوا علشان ما يشوفوش المدرس بتاعهم بيشرح لهم وهو لابس زي احمر. وهاروكي بيرجع لورا وبينطلق باقصى سرعته وبيطلع على الحاجز وبينط وبيقدر يتجاوزه وبيعمل حركه شقلبه وبينزل بكل شياكه واناقه. وبعد كده بيبدا يتجاوز كل العقبات اللي قدامه بسرعه، وبيبدا يتجاوز المتسابقين واحد ورا واحد. والطلاب اللي كانوا بيضحكوا عليه من شويه بيبقوا واقفين فاتحين بقهم، وطلاب الفصل الثالث بيكونوا عمالين يشجعوه. وحاليا هاروكي بيكون وصل للمتسابق رقم 1 وبيقدر انه يتجاوزه وبيقدر يكسب السباق، ومش بيقف وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لطلابه وبيفضل يصور فيهم، وتحس ان هو عايز يذلهم بالصور دي. وسانو بيضربه علشان خلاهم يلبسوا الملابس المزفته دي، والطلاب بيكونوا بيحتفلوا. بس سانو بيقول لهم استنى بس لما نعرف النتيجه، ولما بيشوفوها بنعرف ان هم بقوا في المركز الثاني. والمدرس بتاعهم بقى بيدرس لهم يوم كامل وهو لابس قماشه حمراء، ونزوم اللي هو الفار في المركز الاخير، واتخصمت حته جبنه من المرتب بتاعه. وايوه فعلا يا جدعان زي ما بقول بياخد مرتبه جبنه. والطلاب بعد كده بيقولوا للمعلم يلا علشان تعزمنا على اكل بمناسبه ان مرتبك ما اتخصمش. وبعد كده بتعدي الايام وبيجي اليوم اللي المفروض ده هو عيد ميلاد سانو، وهاروكي بيسال موميما هو ايه اللي بيحصل هنا، بس هي اول لما بتشوفه بتصرخ وبتعامله على اساس ان هو واحد متحرش، وهو بيستغرب من رد فعلها. بس بعد كده حد بيجي ياخده وبيكمكمه، والطلاب بيسمعوا صوت غريب وبيروحوا علشان يشوفوا الصوت ده، مش بيلاقوا حاجه. وبعد كده بنروح عند تامو واصحابه بيسالوه انت اتاخرت ليه، فبيعرفهم ان هو كان بينقذ قطه من الناس الشريره. وفي الوقت ده بيجي هاروكي وبيزعق لهم زي اي مدرس محترم، وبيقول لهم انتوا واقفين ليه في مكانكم ويلا اقعدوا. والطلاب بيستغربوا من الطريقه دي علشان اول مره يشوفوه بيتعامل معاهم كده. بس مازوكي بيلاحظ ان ده هو توأم هاروكي، وسانو بيمسكه من الكرافته وبينادي على جيتا وساسكي. ولما بيخرجوا بره بيقولوا احنا عرفنا انك انت اخو هاروكي وانت عملت ايه فيه بالظبط. فبيقول لهم ما تخافوش انا حبسته في الحمام بزي المدرسي. وعندها هاروكي اللي بيكون بيعيط، بس اول لما بيشوف الزي المدرسي اللي جنبه القلوب بتخرج من المكان. واماكي بيقول لهم انا جيت هنا علشان اطمن على اخويا واشوف بقيه الطلاب، وبيقول لهم النهارده بس ساعدوني في التظاهر وكانني هاروكي. وسانو بعد كده بيوقفوا قدام بقيه الاعضاء وبيقول لهم باين كده ان الاستاذ بتاعنا اتصاب بفقدان الذاكره وشكله فقدان مؤقت والاسباب احنا مش عارفينها. فبيسالوه هو ليه شخصيته اتغيرت، فبيقول لهم دي حاجه جديده بقى احنا ما نعرفهاش. وفي الوقت ده اوتاجو بتدخل الفصل وبتعتذر على التاخير علشان كانت بتنقذ قطه من الناس الشريره، والناس الشريره قتلوا وبيخطفوا القطط. وتامو بيقول اشمعنى صدقتها هي ودي كذبه اصلا عبيطه. بس اماكي بيسمح لها بالدخول، واول لما بتقعد شكلها الحقيقي بيبان، وهو اول لما بيشوفها بيغمى عليه لان هو اصلا بيخاف من اليوكاي. بس بيقوم بعد كده وبيقول لهم انا فقدت ذاكرتي ومش عارف بقى انتوا لسه يوكاي. والمهم موميا اللي عندها شعر وردي ودي بقى عندها بق في دماغها، وبيقول لها انا عندي فكره، وبتسيب الفصل وبتطلع تجري وبتروح بيتها وبتجيب زي مدرسي. ولما بيشوف الزي ما بيعملش اي رياكشن، فالكل بيتخضوا وبيكونوا حاسين ان في كارثه خلاص قربت تحصل. وبعد كده بقى في دوره المياه بيكون واقف مع جيتا ومازوكي وبيكلموه في الموضوع اللي لسه حاصل، وبيقولوا له انت ازاي ما عملتش اي ردة فعل لما شفت الزي، مش انت قلت لنا هتبقى شبه هاروكي. بس بيقطع كلامه في الوقت ده يا جيتا وبيسلم عليهم. وجيتا بيقول له هو انت عايز ايه، انت جاي هنا تقول لنا ان انت عملت دواء؟ فبيقول لهم ايوه عملت دواء، وبما ان المعلم بتاعنا بيعاني من فقدان الذاكره فانا جايبه علشانه. واماكي بيقول له انت ازاي في نادي العلوم وانت اصلا من اليوكاي؟ فالواد القماش بيفضل يتكلم كتير، وسانو بيروح ياخد منه الدواء اللي مرسوم عليه جمجمه وبيدلوه عليه، فبيبدا يدوب وبيمسكه وبيرميه في المرحاض، وهو عمال يقول انا بحاول ابقى اول يوكاي ياخد جائزه نوبل وكلام كبير جدا. وسانو بيساله هل اعتدت على اشكال اليوكاي ولا لسه؟ فبيقول له انا واخد عليكم بس علشان اشكالكم البشريه بس، وغير كده فانا لسه ما خدتش عليكم. وعندك يوتومي واللي بتكون واقعه على الارض وبيسالوها ايه اللي حصل لك، فبتقول لهم ان رجلها اتلوت، واماكي بيروح يشيلها علشان يوديها عند ممرضه، بس هي طبعا بتكون لسه فاكراها هاروكي المنحرف، فبتلف رقبتها عليه وبتخنقه، بس هو ما بيستسلمش وبيروح علشان يوديها. وهي بتفهم، واماكي في الوقت ده اصلا بيحاول يهدي نفسه علشان دلوقتي شايل واحده من اليوكاي، وبيقول دي مجرد واحده رقبتها طويله شويه، بس هي بتفك رقبتها وبتطول قوي، فبيتخض وبيرميها وبيقعوا هما الاتنين على الارض. وبعد كده الاتنين بيروحوا عند الممرضه، ولما بيصحى بيلاقي الكل متجمع حواليه، وتامو بيكون بيعيط، وياجين ده بيدخل عليه ومعاه شويه ادويه،
شويه وبيكون عايز يجربهم عليه، والتوأم اوجاتا بيكونوا جايبين له مجلات وبالطريقه اللي هو بيحبها، وزمايله الاساتذه بيجوا برضه علشان يطمنوا عليه، والنبات الغريب ده هو كمان بيجي علشان يطمن عليه. والمهم اماكي بيطلب من سانو يقرب وبيقول له انا همشي دلوقتي ومش عايز اخويا يعرف باللي حصل. وبعد كده سانو بيروح الحمام وبيكسره وبيلاقي هاروكي جوه، واول لما بيشوفه بيطلع يجري عليه وبيكون شكله مقزز فبيضربه وبيخليه يستر نفسه. وهو ماشي في الطرق بعد كده بيقابل موميا وبيعتذر لها علشان خلاها تخاف منه وتطلع تجري النهارده، بس البوق اللي في دماغها بيشتمه باوحش الشتايم، بس هو ما بيهتمش وبيقول لها هو انت كنت رايحه النهارده تدي هديه لحد ووشها بيحمر وشكلها كده بتحب الوسانو. وهاروكي بيقول لها هو انت عايزه تشكري سانو علشان ساعدك في اليوم الرياضي لما هيجي ترجع عليكي. فالبنت بتتضايق لما بتفتكر الشعور ده، والبوق اللي في دماغها بيقول له انت فعلا عندك حق. وبعد كده بنشوف ذكرياتها لما سانو اداها منديل وهي في الوقت ده بدات تعجب بيه، وبيجي من وراهم انيجيدا وبيقول لهم انا سمعت كل حاجه، وبيطلع لها عطر وبيقول لها انا صنعت ده علشان البنات وده عطر ريحته جميله جدا، وبيرشها عليهم هما الاثنين. وهاروكي بيكون شامم ريحه معفنه وبيساله انت حطيت ايه، فبيقول له باين كده علشان انا حطيت ميه صرف وحاجات تانية وحاجات ما ينفعش نقولها، وبيقول لهم انا ما عنديش اي انف علشان كده مش عارف اذا كانت هي حلوه ولا لا. والمهم بعد كده هيجيتا بيكون معدي وبيشم ريحتها، والغريب بقى ان هو بيقع في حبها، وسايكلوبس بيمسكه وبيحاول يمنعه وبيسالها انت عملتي ايه فيه بالظبط. بس بعد كده بنشوف جيش طالع يجري علشان يقف مع موميا، وسايكلوبس بيقول له صدقني بعد الموضوع ده ما يخلص هعملك ستاره للاوضه بتاعتي، والعطر ده ما بيأثرش عليها علشان هي ما عندهاش مناخير، وطبعا مش بيأثر على هاروكي علشان هو بشري، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا لنهايه مسدوده. وهاروكي بينادي على سانو عند اخ هاروكي بيكون واقف جنب سفينه، وبيكون فرحان علشان اخوه بقى مع ناس بتحبه، بس بيتضايق علشان ما فيش حد جه هنا علشان يودعه. والمهم نرجع عند هاروكي وسانو وبيجي وبينقذهم وبيمسك جيندا وبيقول له اكيد انت السبب في ده كله وشكلك كده هتتحول لرايه. بس الطلاب بيقوموا تاني وكانهم زومبي ومش بيكونوا شايفينه قدامهم، وسانو بيستخدم سحره وبيقطع هدومه وبيكون زود التيم بله وبيطلعوا وبيجروا من الطلاب المنحرفين دول. وسانو بيسال جيندا لو في طريقه علشان يتخلصوا من العطر ده، فبيقول له اكيد لو استحمت. وهاروكي في الوقت ده بيجي له فكره وبينادي على اصحابه واللي هم عباره عن مارشميلو، وانا هناديهم كده من دلوقتي، وبيقول لهم يعملوا حاجه. وهاروكي بعد كده بياخدهم وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا للجسر، وبيلاقوا في وشهم المدرسين كمان بقوا منحرفين. وفي الوقت ده المارشميلو بيجيبوا زعيم المسبح، وهاروكي بيقول لسانو ياخد موميا وينط في المسبح، وطبعا البنت وشها بيقلب، ولما بيعمل كده الناس كلها بترجع لطبيعتها وبيتفاجئوا من اللي حصل لهم. وسانو بيكون واقف جنبها وبيودعها علشان يمشي، بس البوق اللي في دماغها بيجي يتكلم، واللي في دماغها بيجي يتكلم بس هي بتخليه يسكت. بتتكلم هي وبتنادي على سانو وبتشكره علشان ساعدها في اليوم الرياضي، وبتديله منديل مرسوم عليه تانوكي واللي هو شبه مازوكي ده، واللي شبه مازوكي واللي هو الواد اللي دايما بيعمل لزق لسانه. وبتتوتر جدا وبتخاف لحسن الهديه ما عجبتهوش، بس هو بيقول لها مفيش مشكله انا كان عندي اجيب منديل اصلا من زمان. ولما بيفتح المنديل ده بيطلع حاجه مش تمام، والبنت بتكون في قمه احراجها وبتقول له انا لما جيت اشتري مناديل كان قسم الحاجات اللي مش تمام جنبه. وبقال اللي في دماغها في الوقت ده بيتكلم وبيقول بقى على صوته مبروك يا سانو في بنت اديتك دلوقتي حاجات مش تمام. والتوأم بيسمع الكلام ده وبيقول لكل طلاب الفصل الثالث وهيجيتا والتوأم، وبيكونوا فرحانين علشان هم هيعرفوا الطريقه علشان سانو صاحبهم واكيد مش هيخبي حاجه عليهم، وبيقرروا يسموه من دلوقتي سانو الفاجر. وسانو بيقول لموميا شكرا بس انا مش هقدر اقبل هديتك. والشباب فوق بيكونوا زودوها على الاخر وهيعملوا اليوم ده هو ذكرى السنويه لاول هديه مش تمام للفجر سانو. وسانو تحت بيقول لموميا استاذن انا بقى علشان اروح اقتل شويه ناس كده. والسؤال هنا بقى لسانو ما تاثرش بالعيد، هل علشان هو اصلا مش تمام ولا هو بيحبها فعلشان كده ما تاثرش. والمهم بعد انتهاء اليوم الدراسي بنعرف ان الحمامات بتاعه المدرسه بايظه، والطلاب بيروحوا الحمامات العامه وساسكي بتروح الحمامات البنات. وموميا اول لما بتشوفها بتسالها عن النوع المفضل لسانو، وهي تقصد هنا هو بيحب انه نوع من الستات، وهي مش بترد عليها. وبعد كده ساسكي بتبدا تفضح كل واحده من القاعدين وبيقعدوا يتكلموا عن الحب وحاجات زي كده. وكيتومي بتكون عمرها ما جربت الاحساس ده وبتتسائل هل الشعور ده هو اللي حست بيه لما كان شايلها هاروكي، واللي هو المفروض ما كانش هاروكي في الوقت ده، بس هي بتطلع الافكار دي من دماغها علشان ده المدرس بتاعها. وفي حمام الرجاله بقى بيكون هاروكي قاعد جنب هيجيتا وبيقول له انا عايز اعرف انت شكلك عامل ازاي من غير ركعه العين، بس هيجيتا بيكون مركز مع هاروكي وبيعلي صوته والبنات بيسمعوا وبيكونوا عايزين يشوفوا هو بيتكلم عن ايه. وبعد كده بيخرجوا، وهاروكي اول لما بيشوفهم بيطلع يجري من شده الكسوف.